لو متضايقة من شكل ايدك تعالي اقولك على سر بسيط جدا. لو عملتيه في ايدك هتلاحظي فرق كبير من اول كام يوم. ايدك ممكن تبقى افتح وانعم من غير اي تكاليف ولا منتجات غالية. بس خطوات بسيطة كده هقولك عليهم دلوقتي هتفرق معاكي جدا. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وجربي الروتين السهل ده وقوليلي رأيك في الكومنت. هو 3 خطوات. المرحلة الأولى بنسميها التقشير. هتجيبي ايه بقى؟ هاتي اي عارفة هاند شاور اللي هو الصابون السائل اللي احنا بنستخدمه في ان احنا نغسل ايدينا. الصابون السائل العادي بس مش صابون مواعين. الصابون السائل اللي احنا بنغسل بيه ايدينا، تمام، اسمه هاند شاور. او لو مش متوفر يا ستي مفيش اي مشكلة، هاتي شاور بتاع جسمك، الشاور بتاع الجسم اللي بنغسل بيه جسمنا عادي. وهتاخدي حبة منه كده عليهم شوية سكر. مش سكر ناعم، انا عايزة سكر يكون خشن. وهتبدأي تفركي بيه ايدك كده بالصابون ده مع السكر حوالي 4 دقايق كده بلطف بحركات دائرية، بس متبقيش قاسية قوي على ايدك. وبعدها تغسلي ايدك كويس. اهم حاجة هتقعدي 4 5 دقايق تفضلي تعملي حركات دائرية كده بايدك بقى بالسائل ده مع السكر علشان تقشري الجلد الميت. ده بيشيل كل الجلد الميت وبيخلي شكل الايد افتح مع الوقت. ده كده اول خطوة، مش مكلفة خالص. نيجي للمرحلة التانية، ان احنا هنستخدم صابون طبيعي زي اي صابونة تقدري تشتريها من العطار، زي صابونة الكركم كويسة جدا، صابونة البابايا حلوة قوي. الاتنين دول احلى من بعض، يعني اي واحدة فيهم هاتيها من العطار يعني، وحسب المتوفر عندك. لو لقيتي دي او دي، بس الاتنين دول انسب صابون ليكي تستخدميه لايدك. هيفرق معاكي جدا. الصابونة مش غالية اصلا، هتلاقيها عند اي عطار، يا صابونة كركم او بابايا. دي بتساعد على تنظيف البشرة، وكمان بتوحد اللون. هنغسل بيها ايدينا بعد ما نقشر الجلد الميت زي ما قلتلك بالسكر والشاور. نغسل ايدينا بالصابونة. اخر مرحلة هي هنرطب بايه بقى؟ هتيجي كده اي علبة صغيرة عندك او برطمان صغير، هنحط فيهم 2 معلقة من الجليسيوليد. اي بيت مفهوش كريم جليسيوليد اللي هو بتاع ترطيب، ده اصلا تحفة في الترطيب، احلى حاجة في الترطيب بجد، وترطيبه عالي جدا والبشرة بتمتصه بسرعة. فهتجيبي 2 معلقة منه، هتحطيه عليها 2 معلقة سكينول اللي هو عارفة اللي بتغسلي بيه وشك، مية الميسيلار. لو انتي مثلا بت حاطة ميك اب ماء الميسيلار، عارفاه، هتاخدي منه معلقتين. ولو مش موجود عندك مفيش اي مشكلة، ممكن تستبدليه بجل صبار. لو عندك اظن سهل جدا ان انتي تستبدليه بجل صبار، هتلاقيه متوفر. ولو حتى مش عندك هتشتريه، هو سعره مش غالي. فده في حالة لو مش متوفر. ماء الميسيلار اللي هو بتاع تنظيف البشرة. هتحطي عليهم عصير نص ليمونة، زائد بقى اخر حاجة معلقة نشا. دي اخر كده مكون. هتقلبي لي بقى كل المكونات دي كويس جدا لحد ما هتلاقيها بقت قوام الكريم، يعني زي الكريم بالظبط. هتخلطيهم كده مع بعض وهتخليهم عندك. هتخلطيهم كويس جدا وتدهني بيهم ايدك بالليل بعد ما ادخل كل يوم. تعملي نفس الروتين من اوله لحد اخر حاجة، مش هياخد كله على بعضه كده 5 دقايق. وتدهني ايدك بيها، بس مش تدهني وتقومي طالعه لي على السرير تنامي على طول يتمسح في المخده. اصبري كده 5 دقايق علشان جلد بتاع البشره، ايدك، جلد ايدك يمتص الكريم اللي احنا عملناه. عايزه اقولك مع الاستمرار بقى على اللي بقولك عليه ده هتلاحظي فرق في النعومه والبياض. حلو جدا ومش مكلف. بدل ما تشتري كريمات غاليه جدا، انتي هتلاقي نعومه وبياض وتفتيح كمان لبشرة ايدك في وقت، في كام يوم بس. لو مشيتي عليهم هتلاقي فرق حلو قوي قوي، وما اشتريتيش منتجات غالية، والموضوع كله 5 دقايق وبس. اعمليه وجربيه وادعيلي.